فكرة افتتاح الأكاديمية كان هو حلم بالنسبة لي من فترة طويلة، من قبل 6 سنوات 7 سنوات، إنه كان يعني بعد الاعتزال يكون لي مشروع خاص ببناء الرياضيين بشكل محترف، بعد الخبرة اللي كسبناها الطويلة في ملاعب كرة القدم. أيضا اكتشاف المواهب، عندنا مواهب كثيرة، العراق دائما ولاد نعطيهم فرصة أخرى بسبب يعني غياب دوريات الفئات العمرية. فبالتالي كانت فكرتنا أنه نكسب الشباب، نستقطبهم ونسوقهم بعد ما ندربهم بشكل صحيح وبعد ما نكتشفهم بشكل أفضل. فبالتالي هذه كانت الفكرة الأولية، والحمد لله قبل الاعتزال احنا قدرنا نفتتح الأكاديمية لأنه توفرت عندنا أرضية صلبة من خلال الداعم، من خلال المدربين اللي متواجدين هم أسماء كبيرة، وبالتالي يوم عن يوم الحمد لله بدأ يكبر العدد. هذا الإقبال الكبير اللي موجود، يعني مثل ما تشاهد خلفي مشهد بالنسبة لي مفرح، بغض النظر يعني عن أنه ممكن لاعبين عندهم إمكانية ولاعبين لا، لكن بالتالي احنا نكسب الجميع حتى نطلعهم من الوضع اللي موجود ممكن من الشارع في سبيل يكون في مكان نقي، مكان نظيف. الحمد لله الإقبال كبير جدا على الأكاديمية. تعرف كابتن نور اسم الإقبال من حتى من العوائل موجودة حتى بالتدريبات، اللاعبين المواهب الصغيرة موجودة، والأمر ما اقتصر فقط على حراس المرمى. تعرف كابتن نور حارس مرمى، الأمر تطور حتى على اللاعبين. يعني شوف الأكاديمية يعني تقريبا عندنا لاعبين ما يقارب ل 300 لاعب، يعني أغلب اللاعبين مواهب جيدة، مواهب مميزة. بدأ المدربين بعد شهرين بدأوا يسقون المواهب ويطوروها. احنا نشد ايد الكابتن نور صبري والكباتن والرياضيين اللي جايين هنا يدربون هذا الشباب اولادنا، اللي نتمنى انه ما يبقون بالحارات وما يبقون بالشوارع، يجون بهيك مدارس كرويه، لكن هذه ما تنجح اذا بس ايد الكابتن نور صبري. نتمنى اني وجنابك وبالاخص الدوله، وزاره الشباب والرياضه، اللجنه الاولمبيه، اتحاد القدم، كلهم يعاونون هيك مبادرات، هيك مدارس، هيك اكاديميات، بالتالي هي المنفعه عامه للبلد. راح نستقطب بعض المدربين، يعني ضمن الخطط مالتنا انه راح تصير معسكرات خارجيه، زين، تغذيه للاعبين بعد التمرين، كل مقومات النجاح الاكاديمي موجوده، من معالج، من اي امور فنيه كامله، حتى خطوط لنقل اللاعبين موجوده من داخل المنطقه يعني بغداد الى الاكاديميه اللي موجوده حاليا في الجادريه. بسبب وضع البلد احنا يعني عندنا خشيه وخوف على المواهب، خاصه لما ننقلها يعني بالباصات الخاصه بالاكاديميه. هذا الوقت انا اتابعه من مكان انطلاقهم الى وصولهم، من يخلصون تدريب الى ان يرجعون الى من نقطه الوصول، لان بالتالي قلق كبير. انت تعرف وضع الشارع صعب، وفي بعض الاوقات احنا ممكن نعاني من هذه المساله، فبالتالي هذه هي ابرز المشاكل. ناهيك عن اكو قضايا اخرى تخص انه الطالب الموهبه او الاهالي مستعجلين، يعني مستعجلين بشكل انه يريدون اي شغله جديده، يريد يشوف للاعب، يريد بسرعه اللاعب ابنه او كذا يعني يخرج للنجوميه، وهذه قضيه طبعا مو سهله، لان بالتالي يحتاج لها تعب. لكن المشكله الابرز قلت لك هي مشكله نحن بجهد الامكان لازم نحافظ عليهم، او خلينا نقول نامنهم بشكل صحيح حتى يوصلون لعوائلهم. أنا جيت من الموصل ألعب بأكاديمية نور صبري، أنضم بيها. أنا جيت لهاي الأكاديمية، أكاديمية الكابتن نور صبري، لتعلم أساسيات كرة القدم وأحقق إنجاز 2007 كما حققه المنتخب الوطني، وأتمنى أن أكون مثل الكابتن يونس محمود والكابتن نشأت أكرم والكابتن قصي منير وأحمد راضي ليث حسين. وأنا جيت لهاي الأكاديمية ولقيت يعني مدربين زينين. كل واحد يجب أن يكون عنده شخصية. نعم، ينظر إلى النجم، ينظر إلى أنه قدوة، يأخذ من حياته وطريقة وصوله إلى ما وصل إليه درس، أو يأخذ ممكن بعض الأمور اللي ممكن تمر أيضا عند اللاعبين يمر بها بنفس ما مر بها النجم. نعم، لكن إن شاء الله أتمنى يطلعون أكثر من نور صبري بهذه الأكاديمية، بالتالي إذا
طلعنا بمواهب جيده راح انا اكون سعيد جدا. ف يعني اذا اتكلم عن حراسه المرمى مثلا الان يعني بالاكاديميه، فاحنا عندي اكثر من ممكن راح يوصل العدد الى 80 حارس. وحده هذا العدد يشعرك بالفرح، لانه بالتالي مثلا احنا الان في مركز حراسه المرمى هناك يعني خلينا نقول ما نريد نقول خلل بقدر ما انه هناك يعني موضوع حراسه المرمى هناك صعوبه به بالمنتخبات الوطنيه. بصراحه مركز حراسه المرمى مظلوم، ما حد ينطيه اهتمام، ما حد ينطيه رعايه. مهما قدمنا بصراحه التقييم جدا قليل وبسيط، فبالتالي نعتني بهم في سبيل يطلعون ان شاء الله افضل من الموصلين. دوري الفئات العمريه ضعيف جدا، او بالاحرى تقول ماكو، كان ما موجود. هاي المدارس الكرويه والاكاديميات هاي تعطي لاعبين للانديه. هسه انا اشوف اكثر مدربين الانديه يحضرون في بعض الاحيان هنا عندنا، يحضرون يشوفون، وهذا الشيء اللي هو يخلينا يكون عندنا دافع ان نشتغل اكثر حتى نقدر ننطي اللاعبين للانديه او نسوقهم لانديه ثانيه. نتمنى من الاكاديميه ان شاء الله تكون نستخدم اكبر عدد من اللاعبين الجيدين، يعني نقول الموهوبين قد يكونون عمله نادره الان في الوقت الحاضر. نعم موجودين لاعبين موهوبين، لكن تكون عدد قليل، لكن من اللاعبين الجيدين اللي قد يكونون في المستقبل او في الاسابيع القادمه الاشهر القادمه يتحول من لاعب جيد لاعب موهوب، لان يمتلك الامكانيه يمتلك الاساسيات. فنتمنى ان شاء الله ربي يوفقنا خلال عملنا في هذه الاكاديميه ونخرج جيل جديد للانديه او حتى على مستوى المنتخبات. غايتنا من هذه الانشاء الاكاديميه هي الوصول الى ابعد مستوى، اذا كان عربي واذا كان اسيوي وحتى في اوروبي. في الافق في موجود كثير من الدعوات العربيه وكثير من الدعوات الاسيويه وحتى الاوروبيه. هنالك معسكرات، هنالك بطولات في الدول الاوروبيه. أنا أشجع يعني وأحيي الكابتن نور صبري على هذا المشروع اللي أعتبره فد مشروع وطني ومشروع يخدم الرياضة. جيت لأكاديمية نور صبري لأصبح لاعبا معروف محليا ودوليا، واسم نور صبري يجذب اللواعب والمواهب الكروية الصغار، وجيت لأتعلم أساسيات كرة القدم لأصبح مثل يونس محمود نور صبري وغيره من اللاعبين الذين حققوا إنجاز 2007. أنا أمنيتي أن أصل مثل كابتن نور صبري، يعني كابتن نور صبري صاحب إنجاز عظيم، صاحب كأس 2007، يعني إنجاز يعني حيل كبير، واحترف كثيرا من الأندية في الإمارات وإيران كابتن نور صبري، وإن شاء الله نتمنى أن نحترف مثل كابتن نور صبري كما احترف في الدوريات العربية والمحلية إن شاء الله.